بص يا معلم، بيبدأ الفيلم بشاب اسمه فريجر وهو راكب قطر وبيكون رايح مدينة صحراوية عشان هيستلم شغل جديد هناك. وبيكون فريجر بياكل حاجة وبيشوف واحدة فقيرة قدامه، فبيديها الأكل عشان تاكل وتأكل ابنها. ولما بينزل فريجر في المحطة بتاعته بيلاقي المكان مهجور تماما، والمفروض في واحد اسمه جاك هيجي ياخد فريجر عشان يوصله المكان اللي هيشتغل فيه. وبيفضل فريجر يدور على أي حد لحد ما بيلاقي واحد بيتفرج على التلفزيون، وبيسأله فريجر عن مكان الحمام، فبيشاور له الشخص ده من غير ما يبص له اصلا. فبيروح فريجر الحمام وبيغسل وشه وبيسمع حد بينادي عليه من بره، وبيكون اللي بينادي ده جاك اللي هيوصل فريجر لمكان الشغل. فبيطلع فريجر يركب العربية مع جاك وبيتحركوا لمكان الشغل. وفي العربية بيقول جاك انه هيوصله للمكان مقابل $300. فبيستغرب فريجر وبيقول ان الشركة بلغته ان التوصيل هيكون ب $200 بس. فبيقول له جاك ان السعر 300، ولو مش عاجبه السعر ده ممكن يرجعه المحطة تاني. طبعا فريجر بيكون عارف ان المنطقة مقطوعة ومفيش حد يوصله، فبيضطر يوافق على السعر ده. واثناء ما هما ماشيين في الطريق الكاوتش بتاع العربية بيبوظ، فبينزل فريجر يغير الكاوتش. وفي الوقت ده بيلاقي كلب بري بيفترس كلب تاني، فبيروح جاك وبيبعد الكلب المفترس وبيخلص على الكلب الجريح عشان يرحمه من الألم. وبعد ما بيخلص فريجر تغيير الكاوتش بيرجعوا للطريق مرة تانية. ولما بيجي الليل بيقعدوا الاتنين في الصحراء وبيولعوا نار وبيبدأوا يتعرفوا على بعض، وبنكتشف ان الاتنين وحيدين وما عندهمش عيلة. وهنا جاك بيسأل فريجر هو رايح يشتغل في المكان المهجور ده ليه، فبيقول له ان هو كان عايش حياة صعبة جدا لحد ما شاف اعلان للشغل في المكان ده وقرر انه يجي يشتغل. فبينصحوا جاك وبيعرفوا ان المكان ده كله شقة وتعب، وان هو شكله طيب فالناس هناك هتستغله بكل الاشكال. فبيقول له فريجر انه مش جاي من الجنة، وان هو كمان كان بيشتغل شغل متعب، وكمان اتعامل مع ناس اسوأ مما يتخيل. وبيجي تاني يوم وبيتحركوا هما الاتنين وبينام جاك عشان يرتاح شوية، وبيكون فريجر هو اللي بيسوق مكانه. وبعد مسافة قصيرة محرك العربية بيتعطل، وبيصحى جاك على صوت المحرك فبيتعصب عليه وبيزعق له، وبينزل من العربية وهو متضايق جدا. فبينزل فريجر وراه وبيفضل يعتذر له اكتر من مرة، لكن جاك ما بيهتمش بكلامه. فبيسيبه فريجر وبيبعد عنه وبيفضل يدخل في الصحراء عشان يعمل حمام. وفجأة بيلاقي قدامه صخرة بتلمع، ولما بيلمسها بيعرف انها كتلة من الذهب الخالص. فبينادي على جاك عشان يجي بسرعة، ولما بيوصل عنده بيطلع ولاعة عشان يتأكد ان ده ذهب. وبيقوله لو اتحول لونها للون الاسود تبقى صخرة عادية، ولو فضلت نفس اللون واللمعان تبقى دي دهب. وبالفعل الصخرة ما بتتأثرش بالنار وبتطلع دهب خالص. فبيفرحوا الاتنين جدا وبيبدأوا يحفروا حواليها عشان يطلعوها وياخدوها. وبعد ما بيخلصوا حفر بيحاولوا يشدوا الصخرة لكن ما بيقدروش يطلعوها من الأرض. فبيروح جاك وبيجيب عربيته بعد ما بيكون قدر يصلحها، وبيجرب يشد الصخرة بالعربية لكن برضه بيفشل. فبيفضلوا يحفروا حوالين الصخرة طول اليوم. وقبل الغروب بيقول جاك لازم يجمعوا حطب بسرعة عشان في كلاب برية بتراقبهم، ولما الليل يجي هتهاجمهم الكلاب دي. فبيجمعوا الحطب فعلا وبيولعوا نار وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا مع بعض وهم فرحانين. ولما بيجي الليل بيتكلموا مع بعض وبيشوفوا هيطلعوا الصخرة دي ازاي. فبيقول جاك لازم واحد يفضل جنب الصخرة عشان يحميها، والتاني يروح يجيب حفار عشان يطلعوا بيه الصخرة. فبيقول فريجر انه هيفضل جنب الصخرة لحد ما هو يروح يجيب الحفار ويجي. ولما بيجي تاني يوم بيسيب جاك اكل وشرب لفريجر من اللي معاه، وكمان بيديله تليفونه وبيقول له هيتصل بيه من فترة للتانية عشان يطمن عليه. ولما بيمشي جاك بيروح فريجر يحط تراب على الصخرة عشان محدش يلاحظ لمعانها من بعيد. وبعدها بيعمل فريجر خيمة صغيرة وبيحط فيها كل حاجته. وقبل الغروب بيروح فريجر يجمع حطب عشان يولع نار بالليل. ولما بيجي الليل بيقعد فريجر جنب النار وبياكل جزء من الاكل اللي معاه. وبيلاحظ فريجر ان في اصوات كلاب برية كتير حواليه، فبيعرف فريجر ان الايام اللي جاية مش هتبقى سهلة خالص. وبيجي تاني يوم وبيصحى فريجر من النوم بسبب اشعة الشمس وسخونة الارض. وفجأة بيسمع التليفون بيرن فبيجري بسرعة لكن ما بيلحقش يرد والاتصال بيتقطع. وبيفضل قاعد في الخيمة جنب الصخرة، ولما بيزهق بيتمشى في الصحراء عشان يدور على أي حاجة تفيده. وبالصدفة بيلاقي طيارة مهجورة وبياخد أجزاء منها وبيعمل منها خيمة كويسة تحميه من الشمس. وبعدها بيروح للصخرة وبيحاول يكسر حتة منها وبياخدها ينضفها من التراب وبيشيلها معاه. بعدها بتجيله مكالمة من جاك فبيرد عليه وبيلاقي جاك بيقوله محرك العربية اتعطل تاني وهياخد وقت اطول من اللي متفقين عليه. فبيقول له فريجر انه قدر يكسر قطعة ذهب كبيرة من الصخرة. فبيقول له جاك خليك جنب الصخرة واوعى تمشي. ولما بيجي الليل بيلاحظ فريجر ان صوت الكلاب بقى قريب منه جدا، فبيضطر يفضل صاحي طول الليل عشان الكلاب ما تهجمش عليه. ولما بيطلع الصبح بتكون درجة الحرارة عالية، فبيروح يشرب مية وبيلاقي ان المية اللي معاه قربت تخلص. واثناء ما هو بيشرب بيشوف تعبان قدامه
وبيحاول يصطاد التعبان لكن بيوقع ازازة المية بالغلط، فبيرجع فريجر للطيارة على امل يلاقي حاجة فيها، وفجأة بيلاقي شخص بعيد جاي ناحيته، ولما بتوصل بيكتشف انها بنت مش راجل، وبتعرض عليه مية واكل لكن هو بيرفض وبيشكرها، فبتحاول تسأله وتعرف هو موجود هنا لوحده ليه، لكن فريجر مش بيرد عليها وبيمشي في اتجاه الخيمة، لكن البنت بتفضل تمشي وراه لحد ما بيوصلوا للخيمة، وبيحاول فريجر يخليها تمشي قبل ما تشوف الدهب، لكن للأسف بتشوف صخرة الدهب وبتقول لفريجر انها مش هتمشي من المكان ده ابدا. وهنا فريجر بيفقد اعصابه وبيضربها على دماغها وبيخلص عليها، وبعد ما بيهدى بياخد الحاجات اللي معاها وبيحفر حفرة وبيدفنها فيها، وبعدها بيلاقي كلب بينبش في الحفرة عشان ياكل جثتها، فبيروح يبعد الكلب وبياخد جثتها وبيجيب حطب وبيولع في الجثة. وبيجي تاني يوم وبيصحى فريجر على صوت التليفون وبيكون جاك بيكلمه، وبيقول جاك انه جاب الحفار وجاي في الطريق، وبعدها فريجر بيروح يجيب حطب قبل الليل ما يجي، وفجأة بدون مقدمات بتيجي عاصفة شديدة، وبيفضل فريجر يجري لحد ما في الاخر بيغمى عليه، ولما بيصحى تاني يوم بيلاقي غصن شجرة مغروس جوه جسمه، فبيحاول فريجر يشيل الغصن ده وبيجيب هدوم وبيلفها على الجرح عشان يوقف النزيف، وفي النهاية بيضطر فريجر يولع نار عشان يكوي الجرح، ومن كتر التعب والألم بيغمى عليه، ولما بيفوق فريجر بيلاقي البنت اللي قتلها واقفة قدامه وبتعرض عليه أكل ومية، لكن هو بيرفض وبيزعق لها وبيقول لها تبعد عنه وتمشي، وقبل ما تمشي بتسأله هو شاف أختها التوأم ولا لأ، وهنا فريجر بيفهم إن دي مش اللي قتلها، وبيقول لها إنه ما شافش أختها، فبتشكره البنت وبتمشي، وبعدها فريجر بيفقد الوعي مرة تانية، ولما بيفوق بيلاقي الكلاب قربت منه أكتر عشان حسوا إن هو مريض، فبيتصل على جاك وبيسأله هو فين دلوقتي، فبيقول له جاك انه خلاص قرب يوصل له، وفجأة الكلاب بتهجم عليه واحد ورا التاني وبيفضلوا يعضوا فيه لحد ما بيخلصوا عليه، وبعدها بنشوف جاك وبيكون قريب منه وبيتفرج على كل اللي بيحصل، وكان مستني الكلاب تخلص عليه عشان ياخد الدهب لوحده، وبيخلص الفيلم على كده.